في عالم الأنمي وفي شخصية أوبيدو حيث يظهر كشخصية عميقة ومعقدة في بنائها، وهذا أيضا بنفسه مسؤول على تحول القصة، وهذا راجع إلى رؤية روحه الثانية وهي على حافة الموت على مرمى من عينيه. هذا ما جعل هذا التعقيد فيه هو رؤية ما يأمل عليه مستقبلا مع تخيلاته معها تفكك. فاللي مفرج في هذا الانمي غادي يعرف السيره الذاتيه ديالو، ولكن شنو العلاقه مع هذه الشخصيه ومع الموضوع ديالنا اللي هو هل الذكريات لها علاقه ببناء شخصيه الانسان؟ هادشي اللي غادي نعرفه في الدقائق من الوقت. اولا باش نوصل لك الفكره ديال الموضوع خليني نبنيها معاك درجه درجه. قبل ما تكون الذكريات كان واحد الاعجاب من واحد الانسان، من موراها تكخيا ما يسمى باللوف. اولا ككلمة حب أنا أصلا غير مؤمن بها ككلمة، ولكن مؤمن بالشروط اللي كيكونوا وسط هذه الكلمة. فنعطيك دليل على هضرتي. إلا سولتك على شنو اللون ديال لوف اوتوماتيكمون غتقول لي اللون أحمر، ما في الحقيقة ما عندوش لون. لا يمكن أن يكون الأب أبا إلا ما توفراتش فيه واحد الشروط تدل عليه. كذلك هو مثال الأم. فمنين كنقول كنبغيك ما كيعنيش أنني متناقض، ولكن كيعني أنني كنعطيك الشروط اللي كتدل على أنني كنبغيك. والحب نوعان، حب أوتي بشروط اللي هو الاهتمام والعاطفة والأمان ونفضلك على راسي ونخاف عليك إلى آخره. والنوع الثاني ألا وهو حب الفكرة أن ذاك الشخص متواجد معك، أو حب فكرة ذاك الشخص متواجد معك، والفرق بينهم ما بين بطن الأرض وبطن السماء. وهذه جوج الأنواع ما كيتحتمش عليهم شرط الزمن والمكان والظروف والوسط العائلي والفروقات المالية. فنفترض أن جوج ديال الناس ولا جوج ديال الأناس، واحد سميتو وليد وحده سميتها أميمو، وهذا راه غير مثال، بناو واحد اللوف من النوع الاول اللي قلت لك فيه شروط يدوزوا واحد البيريود، وفي خلال تلك المده كان كيوجدوا المستقبل ديالهم والخيال الخدام ديالهم بيناتهم، حتى مشكل ما كاين والحياه مزيانه. وفي لحظه توقفت عقارب الساعه في نقطه فاصله بين الفراق وبين الاقتناع بعدم وجود ذاك الشخص في حياتهم، فقدر الله ما شاء فعل. فعقارب الساعة مالت إلى نقطة الفراق. وليد وأميمة عندهم خيارين، يا إما تخلي نقطة الفراق هي الشعلة إلى الأمام، أو هي النقطة التي لا فرار منها. فنفترض جوجهم زادوا لقدام بحياتهم وبناوها وداروا فيها واحد النجاح من بعد فراق اللي دازت عليه مثلا 5 سنين. فهنا غادي يكون عندنا جوج ديال الحقائق. فإذا كانت بصح أن شخصية الإنسان تبنى بذكريات الماضي، فإن الشخصية أو للشخصية جوهر جزء منه في أميمة، أو جزء من أميمة في وليد، الشخصية ديال الوليد اللي بناها، حيث الفراق معها هو السبب الشعلة. ما كانت الشعلة وجودي بدون فراق معها أو لا معه. والحقيقة الثانية اللي هي أنهم بجوج مثلا بقوا واحدين في نقطة الفراق، وخا تفارقوا وخا دازت 5 سنين. فهذا يعني أن الشخصية اللي بنا وليد من مورا الفراق ما كتوليش أميمة هي الجزء من الشخصية ديال الوليد اللي تبنات، ولكن كيولي والد هو الجزء المجزأ من أميمة في الشخصية ديالو. راه شويه خربقتكم، ولكن انتم تعاودوا غتفهموني. فالفرق كبير مهول بيناتهم. اما النوع الثاني ديال فكره او لا حب فكره وجود ذاك الشخص، فهذه سهله بزاف باش تعرفوها. نعطيكم هي فيها بزاف ديال الامثله، ولكن نعطيكم مثال من الامثله اللي فيها. قلنا الحب الاول فيه واحد الشروط معينه، الحب الثاني ما فيهش داك الشروط. نعطيك مثال، مثلا كتكونوا مصاحبين انت واحد الانسانه، كتجي ديك الانسانه داز عليها ما يسمى هنايا عندنا توكسيك، ما هي ما كتسماش توكسيك، هي حب فكرة ذاك الانسان موجود. علاش؟ مثلا هي طراوله شي بلانات مشاكل وقال هذه كتكون ضامنه ان ديك الانسان غتخوي عليه قلبه وغتخرج فيه داك الشيء هذاك، حيت كتكون مفتقره ديك العلاقه لديك الشروط المعينه، وكتكون غنيه بالضمان، كتكون ضامناك او لا انت كتكون ضامنها، غتخوي عليها قلبك، غتعطيها وتبقى هي ساكته. كتسمع بحال التلميذ النجيب سامعه ما كاين والو، او لا العكس سامع وكيسمع وما تعرفوا عطاك حلول اصلا داك الشيء اللي ما عنده شي حل. حاله من بزاف ديال الحالات. اضافه الى هذا، هل للذكريات يد في احساس الانسان بالالم؟ فالجواب هو نعم، لان الذكريات هي من التصور، والتصور هو من الخيال او من صناعه الوهم، والوهم الذي ينسجه خيالك او عقلك عن واقعك اشد قدرة من الواقع بنفسه، لانه له قدرة مضاعفة على ايذائك، لانه يضرب في الفراغ حيث لا توجد قواعد او حدود او نهاية للالم، ولا توجد له حتمية الزمن ولا المكان، لانه في خيالك انت ولا خيالك انت. تقدر تلقاها في واحد كيمارس عليك عقوبات او قواعد مورست عليه حيث بنى الشخصيه ديالو، والشخصيه ديالو
جزء مجزأ من تلك الممارسات التي كانت عليه، والتي كتلقاها غالبا في الابوين. علاش؟ حيت كتلقاه دازم واحد التربيه على سبيل المثال، وداك التربيه بنى عليها الشخصيه ديالو، والشخصيه ديالو هي جزء مجزأ من داك التربيه اللي داز عليها بغض النظر كيفاش دايره، فكتمارس عليك انت كولد اولا انت كبنتو انطلاقا من الشخصيه هو اللي بناها، وما كتكونش هي الشخصيه ديالو هو اللي بناها على يديه، مي كتكون الشخصيه تبنات على داك الممارسات، وكتكون هي الجزء المجزأ وليس الجزء الكلي من الممارسه. Think about it.